أحيانا أحس بثبات انفعالي وقوة تتحدى رأي أنا مش موافق عليه، وأحيانا أنفعل وأغلط وأغضب وأتعب وأيأس. أفرح قوي لو حد قال لي كلمة حلوة، وأزعل جدا جدا لو حد انتقدني ووجه لي نصيحة. جوايا أحاسيس كتير وبعدين أسأل نفسي، هو اللي حصل لي ده حصل ليه؟ هل ده قصور في شخصيتي ولا أنا طبيعي؟ إزاي أعرف نفسي إن أنا ناضجة بكفاية؟ يا ترى في علامات تعرفني إن أنا ماشي كويس؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة من يولوك لايف. قبل ما نبدأ بفكرك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. ليه مهم إننا نعرف علامات النضج النفسي؟ الشخص الناضج نفسيا بيكون ناجح في حياته، بيقدر يحط أهداف ويحققها، بتكون عنده رؤية واضحة وماشي عليها، قادر يفهم نفسه ودوافعه كويس، عنده ثبات انفعالي وقادر يتحكم في مشاعره. ممكن يكون مختلف في آراءه عن اللي حواليه، وفي نفس الوقت عنده متانة نفسية تخليه قادر يحتفظ بثباته. يعني مثلا لو طالب بيحب المواد الأدبية زي التاريخ والجغرافيا والفلسفة وغيرها، لكن أهله عايزينه يدخل علمي علشان يطلع دكتور، لأنه شخص عارف إمكانياته وميوله، بيقدر يقول لأ لأهله ويختار السكة المناسبة ليه ويقدر ينجح ويتميز فيها. أو شاب مامته شايفاله عروسة حلوة، لكن هو مش مقتنع بيها أو شايفها مش مناسبة ليه، فيقدر يحدد هو عايز إيه ويعمل اللي شايفه صح. تاني حاجة، الشخص الناضج نفسيا بتكون عنده علاقات صحية. هو شخص ناجح في علاقاته، يعني نلاقيه أب رائع، زوج مثالي، صديق هايل، موظف متميز، عنده شخصية قوية ومؤثرة. كمان تلاقيه بارع في حل المشاكل لأنه بيقدر يفهم وجهات النظر المختلفة ويوجد حلول مبتكرة. سؤال: إيه الأعراض اللي بتشاور على عدم النضج النفسي؟ الشخص مش حاسس جواه بالقيمة والأمان والرضا، ومعندوش ثقة بالنفس، عنده إحساس بالفراغ الداخلي والوحدة وإنه ملوش لازمة يعيش، وممكن يقول أنا مش عارف أنا عايش ليه. في صراعات جواه ومش حاسس إن عنده مشكلة، لكن دايما يرميها على غيره وعلى الظروف. في أوقات كتير بيكون الشخص مش واعي ولا مدرك لدوافع مش سليمة جوه عقله الباطن، وبالتالي بيكون عايش في خدعة كبيرة قوي عن نفسه، وهنا بيعيش حالة من الفصام، وكأنه جواه عايش شخصين، شخص عايش بيه من بره وشخص مختلف تماما عايش بيه من جوه. ولأن الشخص ده مش مدرك حقيقة الصراع اللي جواه، فكل اللي حاسس بيه مشاعر توتر شديد واضطراب داخلي مش فاهم أسبابه إيه. الحالة دي بيطلق عليها العلماء حالة عدم المصالحة أو عدم التوافق مع الذات. ولو زادت الحالة دي قوي ممكن يوصل لمرحلة الإعاقة النفسية، وده بالتأكيد منقدرش نقول عنه إنه ناضج نفسيا. مش قادر يتعلم من أخطائه وشايف دايما إن الآخرين هم سبب فشله. أول ما يشوف حد ناجح يحس بغيرة شديدة ومشاعره السلبية تزيد، دايما شايف نفسه ضحية إهمال الأبوين، أو حادثة أثرت عليه، أو ناس ظلموه، أو ظروف قاسية غيرت مسار حياته. دايما يقول بقى كلمة مهمة جدا جدا، كلمة لما. لما الظروف تتحسن، لما يبقى معايا فلوس، لما المدير يتغير، لما مراتي تريحني، وهكذا. ما يعرفش يحل مشكلة، لكن بيكون هو نفسه المشكلة، يبقى ترابل ميكر. علاقاته مشوشة وغير صحية، تلاقي عنده رغبة شديدة قوي انه يمتلك الاشخاص والاشياء ويتحكم فيهم ويسيطر عليهم عشان يعوض احساسه بعدم الامان. وهنا نلاقي ظاهرة التملك والتعلق الزائد باسم الحب، وده طبعا حب مش حقيقي لكنه حب للذات. ازاي تعرف انك ناضج نفسيا؟ أول معيار، هل علاقتك بنفسك كويسة ومتصالح معاها ولا لأ؟ أساس داخلي ومهم جدا، وأول صفة للنضج النفسي هي علاقتك السليمة والصحية مع نفسك، يعني بينك وبين ذاتك. عارف نقط قوتك وعارف برضو نقط ضعفك، عارف إنجازاتك وعارف برضو إخفاقاتك وضعفاتك، قادر تسامح نفسك على أخطاء ممكن لو سبتها تهز ثقتك في نفسك. مش بتدي نفسك تقدير قليل بسبب أخطائك، لكن بتدي نفسك تقدير عالي لأنك بتتعلم من أخطائك وبتصلح من نفسك. وده بيعتبر القاعدة الأساسية للنضج النفسي، هي أنك تعرف وتفهم اللي جواك، بين قوسين عالمك الداخلي، وتتصالح معاه. تاني معيار، الإحساس بأن ليك قيمة،
الإنسان يقدر يشعر بكفاءته للحياة الشخصية اللي ربنا اداهاله، ويكون قادر يحس بقيمته كإنسان. هنا ما يكونش عنده إحساس بالنقص والعجز والظلم زيادة عن اللزوم لدرجة إنه يبقى مش قادر يحترم ولا يقدر نفسه. على فكرة لازم الإنسان يشعر بالقيمة في ذاته مع نفسه عشان يقدر يتعامل مع الآخرين من منطلق القوة وتحمل المسؤولية، مش الضعف والاحتياج. اللي ده الحب وحس بالقيمة في داخله يقدر يحب غيره ويحسسه بقيمته بطريقة صحيحة فيها احترام لخصوصيته وتقدير للاختلاف اللي بينهم. تالت معيار إنه يكون عندك وعي بحقيقة مشاعرك الداخلية ودوافعك اللي بتحركك في الحياة وبتأثر على تصرفاتك ورؤيتك للحياة الخارجية، يعني اللي براك، وتبقى عارف انت عايز ايه وماشي ازاي ورايح فين. تعرف تخطط لحياتك، ممكن تاخد قرار مهم في حياتك وتبقى عارف وقته دلوقتي او تأجله لقدام شوية. لازم يكون في قدر معقول من الإدراك، يعني مش لازم يكون واصل لأعلى الدرجات من فهم الذات، لكن على الأقل في نسبة من الوعي بتساعد الإنسان إنه يفهم دوافعه ويواصل ويكمل في رحلة الوعي. الرابع معيار إحساسك بقدر كافي من الأمان والطمأنينة، يكون عندك ثبات وتماسك داخلي وتفكير إيجابي تقدر بيهم تواجه الحياة رغم علمك بالمخاطر اللي ممكن تقابلك في الحياة عموما. لو مش موجود الإحساس الأمان والطمأنينة تظهر أعراض توتر وقلق مرضي، يعني ما تكونش في أسباب واضحة للقلق والتوتر ده. خامس معيار الإحساس بالرضا وراحة البال، وهو قبول الشخص للحياة اللي ربنا قسمها له ودي ما يقدرش يغير فيها حاجة، زي بيئته، نوعه، لونه، لأن الحكمة بتقول إنه مش كل حاجة ينفع يغيرها. مع وجود القبول والرضا نلاقي كمان الطموح اللي يساعد إنه يطور نفسه وتتغير للأحسن. سادس معيار الشخص الناضج عنده القدرة إنه يكون متفرد، يعني يكون نسخة فريدة ملهوش زي، قادر يحتفظ بملامح شخصيته المستقلة والمتميزة عن غيره، وقادر يكون له بصمة خاصة بيه في الحياة. أما الشخص غير الناضج تلاقيه بيخاف يكون متفرد ومختلف عن اللي حواليه، ده لأنه بيحس بالأمان في إنه شبه الناس، مفيش اختلاف ممكن ينتقدوه عليه. حلو إن احنا يكون في بينا اختلاف، زي بالظبط اختلاف الآلات الموسيقية مع عازفين مختلفين في سيمفونية واحدة. سابع معيار عشان إنك تعرف إنك شخص ناضج، إن يكون عندك القدرة إنك تقول لأ على أمور ما ينفعش توافق عليها. هي أمور خاصة بقيمك ووقتك وقدراتك وبمعلومات وأسرار خاصة بيك جدا. الكاتب مشير إسماعيل في كتابه سمات ومعايير النضج النفسي بيقول مفيش حاجة اسمها مفيش حدود بينا. الحدود إما تكون ضعيفة أو تكون قوية، لكن لازم تكون موجودة. الحدود مطلوبة في أي علاقة في هذه الحياة. تامن معيار للنضج النفسي إن يكون عندك إحساس قوي بمسؤوليتك عن نفسك من ناحية أفكارك ومشاعرك، كلامك وتصرفاتك واختياراتك وقراراتك وكمان علاقاتك. تقدر تقول أيوة أنا غلطت في الحاجة دي وأنا بعتذر عنها. سؤال: تعمل إيه عشان توصل للنضج النفسي؟ أول حاجة تقعد مع نفسك في جلسة تأمل، تبعد خالص عن الناس، تقفل موبايلك، تحاول تهدى وتفضي ودانك من الأصوات الخارجية اللي عاملة دوشة وتشويش على أفكارك. في الجلسة دي في الأول يمكن مش هتستحمل تقعد 5 دقايق على بعض مع نفسك، لكن مع إصرارك إنك تكتشف غموض سر الأرض، قصدي أعماقك، ده هيحفزك إنك تصبر وتكمل. ومع استمرار الهدوء تبتدي تسمع صوتك الداخلي وتكتشف الأفكار اللي بتلف جوه عقلك الباطن وليها تأثير كبير عليك. معرفتك لنفسك دي مش حاجة بسيطة، لكنها خطوة مهمة جدا 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 في رحلة النضوج. حاول تفهم أعماق النفس البشرية وتتعرف على طبيعة أفكارك ومشاعرك عن طريق القراية أو حضور كورسات. اتحمل مسؤولية قراراتك وتعلم من أخطائك. لو لقيت معدل إحساسك بالقيمة والأمان منخفض قوي عندك وعامل لك اضطرابات زيادة وتوتر، انت مش عارف تلاقي سبب حقيقي ليه، يبقى في الحالة دي انت محتاج تتكلم مع متخصص، وهو بخبرته هيساعدك تكتشف حقيقة أفكارك ومشاعرك وكمان يناقشها معاك. اتعرفنا النهاردة إنه مهم إننا نعرف علامات النضج النفسي
وإيه هي معايير النضج وإزاي نوصل. في نهاية الحلقة بفكرك إن النضج هو رحلتنا في الحياة، بنتعلم فيها حاجات جديدة كل يوم من نجاحات وإخفاقات. هختم بقول دكتور بارتروف: كل واحد فينا عليه مسؤولية إنه ياخد خطوة إيجابية، إنه يعرف نفسه ويقبلها ويطور إمكانياته. برحب بأسئلتكم واستفساراتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من نيو لوك لايف إن شاء الله.